موقف اتعرضنا له في شغلنا ولمسناه على أرض الواقع، وخطأ بيحصل في الجايمة وبيتعب الزوجة في التنفيذ فيما بعد. كنا طالعين بننفذ هنستلم جايمة، فاتفاجأنا إن الفرش كله مكتوب ببند واحد، يعني مكتوب مثلا 65,000 جنيه أو 70,000 جنيه قيمة غرفة نوم وأنتريه وغرفة أطفال. فلما جينا نستلم لقينا إن في غرفة ناقصة. طب يا عم ماشي، احنا متقبلين إن ناخد الغرفتين التانيين وخلي الغرفة دي تنزل مثلا نحتفظ بحقنا في المطالبة بيها. فالمحضر قال لك لا، أنا يا إما عندي البند يبقى كامل يا إما ما تستلمش. وبالفعل ما استلمناش، ودي الغلطة اللي بنغلطها حاليا في الجايمة. وده الكلام اللي احنا نوهنا عليه أكتر من مرة، إن لما تكتب جايمة اكتب جايمة مفنطة، أوضة نوم بمبلغ كذا، أوضة أنتريه بمبلغ كذا، أوضة أطفال بمبلغ كذا. حتى الأجهزة الكهربائية ما يجيش واحد يكتب لي 100,000 قيمة الأجهزة الكهربائية. طب الأجهزة الكهربائية اللي هي إيه؟ ده أنا كان قدام عيني أنبوبة واحدة جايباها في العفش بتاعها في نفس الموضوع، واحنا بنستلم لمجرد ان رجعوا الجايمه وما لقيوش مذكوره فيها الانبوبه، ما رضوش يدوهم الانبوبه الحديد. فاحنا اللي عايزين نقوله لك، الخطا اللي بيحصل في كتابه الجايمه ان بتكتب لي حاجات مجمعه مع بعضيها، ان الخشب ب 70 80 الف ب 100,000 ثلاث غرف اللي هم ايه؟ لا انت اكتب لي غرفه كذا بمبلغ كذا، غرفه كذا نظير مبلغ كذا. تمام؟ هو من الذهب اللي هو بيتكتب تفصيلا والكلام ده كله. الأجهزة الكهربائية لما أكتب مثلا 100,000 أجهزة كهربائية عبارة عن غسالة كذا، ثلاجة كذا، ودي الحاجات اللي بتواجهنا بالتنفيذ واحنا بننفذ. فبنقول لك الحاجات العملية عشان ننورك ما تغلطش في نفس الأخطاء اللي بتقابلنا. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.